السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة بقى هعمل معاكم البريوش القمر ده اللي انتوا شايفينه. حاجة طبعا زي ما انتوا شايفين، حاجة جميلة ورائعة وحاجة سكر 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 كده. زي ما انتوا شايفين الشكل، ولا في احسن محل يعمله. انا هقول لكم دلوقتي على طريقته، بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص، وهتوفر عليكي كتير وهتملي بيتك كله خير والخبيث في البيت طبعا خير وبركة، وحاجة كده تفرح الولاد وتاكلوا حاجة جميلة ونضيفة. وطريقته بسيطة. تعالوا كده بسم الله ونبدأ نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا هعمل معاكم محسن خبز طبيعي. حطيت كوباية من الدقيق، وعليهم معلقتين من السكر، وكوباية من المية، وهدوبهم مع بعض جامد. يبقى القوام زي ما انتوا شايفينه كده، ده محسن خبز طبيعي. واسيبه بقى على جنب كده لما يخمر بقى مع بعضه. طبعا انتوا شايفين القوام عامل ازاي. هركنه بقى على جنب وابدأ اجهز بقى ايه المواد الجافة. دي كوباية من السكر البودرة، عليها معلقة من البيكنج باودر، ومعلقتين من اللبن البودر، وانزل عليهم بكيلو من الدقيق، وذرة ملح طبعا، معلش انا نسيت اقولها، وذرة من الملح. وحطيت معلقتين كبار من الزبادي، بيدي طراوة كده للعجينة وهشاشة حلوة كده. المواد الجافة بقت معايا جاهزة. هجيب بقى العجان بتاعي وهبدأ انزل بالمحسن الخبز اللي انا عملته. طبعا اقلب تقليبة كده عشان اما اشغل العجان ما يعفرش الدنيا معايا. وانزل بكوباية ونص من اللبن الحليب. هقلبهم بقى كلهم كده مع بعضيهم. واهم حاجة في الوصفة دي يا جماعة العجن. يعني انتي لو عندك عجان هتعجني كده في العجان من 5 ل7 دقايق. ده اول عجنة قبل ما احط الزبدة. لو على ايدك بقى هيبقى من 10 دقايق كده ل12 دقيقة. اهم حاجة في الوصفة ديت انها تتعجن عجن كويس. طبعا انا شغلت العجان، لف المواد كلها. دول حبتين من البيض وبياض بيضة تالتة، والصفار انا ركنته على جنب عشان ده هستخدمه بعد كده. وهنزل بقى بالبيض وعليه ربع معلقة من الفانيليا. وهعجن بقى، اسيب بقى ايه العجان يعجن فيها لحد ما تبقى عجينة ملساء كده وناعمة وطرية معايا. زي ما انتوا شايفين كده هي بتلزق شوية. فهبدأ بقى انزل بكوباية الزبدة بتاعتي، طبعا بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما اتعجنت كويس وكله اندمج مع بعضه كده واداني عجينة طرية، انا حطيت الزبدة وغيرت الكف بقى بتاع العجان، وحطيت بقى الكف بتاع العجن. واسيبها بقى تعجن مش اقل من 7 دقايق كده، لحد ما العجينة معانا تمط كده وتدي عرق كتير. وزي ما انتوا شايفين هركنها بقى لما تخمر. طبعا العجينة بقى خمرت وعليت معايا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. عجينة ايه، هشة كده وطرية. اللهم صل على النبي، واللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. اللهم بارك. العجينة زي ما انتوا شايفين انا مش عايزة اطلع الهواء منها عشان العجينة تبقى معايا هشة وطرية جدا. هبدأ بقى اقطعها. طبعا هي بتلزق شوية عادي طبيعي، اوعي تحط لها دقيق عشان لو حطيت لها دقيق في الوقت دوت انت كده بتكتميها. فهي بتلزق شوية، لكن لما تيجي تكوريها كده بين ايديكي بتحسيها ملساء وما بتلزقش. ما تلاقيش العجينة طرية معاكي وتروحي حاطه دقيق. طبعا انا قطعت كور وقطعت صوابع كده. اي حاجة انت عايز تقطعها، انا عايزة اوريكي يعني ان ممكن تتقطع كده وتتقطع كده. كده هنبدأ بقى نشكل العجينة معانا. بصوا العجينة ما شاء الله طرية وناعمة كده وزي الاستيك معايا، بتتفرد معايا بكل سهولة وناعمة وطرية وما بقتش تلزق.
هبدأ بقى اعمل الشكل الطبيعي بتاع البريوش بتاعنا، بنلفه كده كحكة حوالين بعضيه، واخر حتة بروح لفاها واروح حطها من تحت كده عشان لما تخمر ما تفكش مني. لازم اتنيها كده تحت العجينة بتاعتنا. هعمل معاكم برضو واحدة تانية. بصوا العجينة يا جماعة هشة وناعمة وطرية ازاي. وهبدأ بقى الفها كده زي ما انتوا شايفين، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنا بقى هعمل معاكم شكل تاني، ده شكل النضارة بقى. هعمل معاكم نضارة، ده انا هدلعكم قوي النهاردة. هنلف بقى من الطرف دوت، وبعد كده هنجيب الطرف التاني نلفه برضو لحد ما يتقابلوا كده الاتنين مع بعض. ادانا كده شكل النضارة. هنعمل برضو معاكم كده حاجة تانية برضو تاني. دي كده هنعملها كده شكل حلزوني كده ملفوف حوالين بعضه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ بقى ابرمها عكس عكاس كده بين الاتنين، وهلفها دايرة. دي بقى ايه يعني كأنها ايه ضفيرة كده ملفوفة. ده شكل تاني برضو بنعمله. هعمل برضو معاكم واحدة تاني كده. طبعا حاجات طريقة سهلة وبسيطة، تقدري تشكلي بقى بالشكل اللي يعجبك تشكلي بيه. اي شكل هيعجبك في دول تشكلي، تعملي اشكال جزء من ده وجزء من ده، حاجة كده تخطف العين. ودلوقتي بقى هعمل معاكم بقى ضفيرة. طبعا اللي عندها بنات بقى ما شاء الله هتبدأ ايه تضفر كويس زي ما انتوا شايفين، بتتلف معايا بكل سهولة. ده شكل تاني برضو هعمل معاكم واحدة تاني برضو ضفيرة تاني هيت. بصوا الشكل بسيط وبتتلف معانا بسرعة. عايزة اقول لكم ان العجين على قد ما كانت سايبة وبتلزق، بصوا جميلة ازاي وبتتفرد معايا بكل سهولة. وادي شكل تاني هعمله معاكم، ده حرف الاس. طبعا كل اللي عنده حرف اس بقى هيفرح اوي وهيعمل الشكل الجميل دوت. طبعا احنا بنغير في الاشكال عشان بتدي معانا منظر جمالي كده حلو. كده انا خلصت الكمية كلها وسبتها لحد ما خمرت. طبعا لما خمر تضاعف ايه حجمها. في الوقت ده بقى دي الكمية كلها اللي انا عملتها وكملت الباقي في الصينية دي. في الوقت ده طبعا انا مولعة الفرن على درجة حرارة عالية جدا، لان ده عايز درجة حرارة عالية عشان ما ينشفش منك. انا جبت بقى صفار البيضة اللي كنت راكناه على جنب ونزلت عليه بشوية من الحليب ورشة من الفانيليا، وهبدأ بقى ادهن الوش. طبعا انا ما بحبش ادهن ببيض، بس في البريوش بالذات لما بدهن ببيض بيمسك السكر، لكن لو بحليب بس السكر بيقع. وكان عندي كريس كده قلت اما اشكل بقى شكل النضارة كده والمنظر ده. وهاخد بقى اول صينية انا عملتها وهبدأ بقى ادخلهم صاج صاج كده في الفرن. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. طبعا شايفين الجمال بعد بقى ما استوى وخرج من الفرن. اول ما بيخرج طبعا انا بغطيه كده بكيس او بفوطة عندي نضيفة عشان ما ينشفش، والسخونية بتاعته البخار بيرجع فيه تاني بيخليه طري زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اتهوى شوية شلت الفوطة من عليه علشان اصوره لكم. وده الشكل النهائي بتاعه. طبعا حاجة جميلة وعجينة جميلة جدا، ومش قادرة اقول لكم بقى الريحة، ريحته تحفة تحفة تحفة. والشكل طبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم. شايفين الشكل جميل وعجينة بصوا طرية، بصوا طرية حاجة اسفنجية كده، يعني انتي عجينة كلها هشاشة وطراوة وكأنك ماسكة حتة سفنج. ده طبعا عشان انتي عجنها كويس وعاملاها كويس والمقادير مظبوطة. حتة سفنج في ايدي والله العظيم، بصوا مهما تطبقي فيها لا يمكن لا تتكسر منك ولا تتقطع. ادي المنظر، طبقي في ايدك زي ما انت عايزة وافردي بيرجع الشكل تاني طبيعي. ده كده معناه ان العجينة بتاعتنا مظبوطة وحاجة كده هشة وجميلة وطرية وناعمة. ومش عايزة اقول لكم يعني ان الواحدة من دي بقت في اي فرن او اي عند اي مخبوزات بكام.
وطبعا انت بتعملي حاجة في البيت بتبقى احسن بكتير من اللي بتشتريها من بره. وادي الضفاير اللي انا عملتها، طبعا جزء منها انا رشيت عليه سكر وجزء سبته سادة. اللي سبته سادة دوت عشان هدهن وشه برضو في الاخر، اغير برضو ايه الشكل، مبقاش كله واحد. وادي بقى زي ما انتوا شايفين حرف الاس بتاعنا، ناحية حطيت فيه كريز وناحية رشيت عليه سكر، يعني دلع الدلع وحاجة جمال الجمال وحاجة فخر من الآخر. وهسيب لكم انتوا بقى الحكم بقى في اللي انا عاملاه ده كله. وادي اللي انا ما رشيتش عليه سكر، جبت مربى، دي مربى فراولة انا كنت عاملاها، وهنزل لكم ان شاء الله الطريقة بتاعتها، طريقة مظبوطة وحلوة وسهلة، وهتعملوها وهتدعولي. بدهن بقى الوش بتاعها بمربى الفراولة، بقى جزء بالسكر وجزء بمربى الفراولة. طبعا الحاجات دي بتبقى جميلة جدا جدا لفطار، لعشاء بالليل. قايمة الصبح انتي مالكيش نفس تاكلي اي حاجة، كوباية شاي بلبن كده بالليل وانتوا سهرانين، جو الولاد جاعوا انتي جوعتي، كوباية شاي وبتاكلي معاها الحاجات ديت. حاجات جميلة وطعمة ومغذية. في رحلات تاخديها معاكي، في المصايف تاخديها معاكي، وانتي قاعدة على البحر كده هوت، الولاد يجوعوا انتي جوعي تطلعوا تاكلوا. حاجة والله العظيم في منتهى الجمال، وطبعا حاجة رائعة ومش مكلفة. وعايزة اقول لكم ان كل الكمية دي كلها بكيلو دقيق وكوباية سكر وكوباية زبدة، وتعملي الجمال ده كله. راحة رحلة، راحة اي مكان، حاجات خفيفة كده في الشنطة وبتاكليها وبتوفري كتير جدا. ولو بقى الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، يا ريت لايك وشير، وما تنسونيش في اللايك يا جماعة. واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يجيلكم كل جديد، ويشرفني اشتراككم، وكبروا بقى معايا القناة شوية عشان انزل حاجات اكتر واعمل حاجات اكتر، ونستفاد كلنا من بعضينا. واللي عنده اي وصفة او اي تعليق او اي حاجة نقول مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.